ده يا باشا تشاينيز براند بس فخم شويه، هيدلعك من الاخر، وهو عباره عن خلطه كده في الخلاط بين 3 براندات معروفين، زيكر واخدين منهم الديزاين، وكمان عندك فولفو كخامات، وجيلي كانفوتينمنت سيستم. الانجن اللي فيها 1500 توربو 4 سلندر طبعا، بيولد 179 حصان، وعارف انت الحصان اللي هي الاوروبي مش الصيني، اللي هو في الاخر تلاقيه عامل لك 200 حصان، زائد عزم دوران كويس 290 نيوتن متر. العربيه طبعا سحب امامي، ومعدل استهلاك البنزين فيها لو انت ماشي محترم هتبقى 6 لتر، لو دوست وجريت وبتاع هتبقى في رينج 9 لتر. في بقى تاتشات صغيره كده بتسهل علينا السواقه، يعني مثلا زي ما تحطها على البورك تلاقي الهاند بريك اترفعت اوتوماتيك. اصلا بقى من لمسات الشيك قوي والفخمه في العربيه دي شكل الفتيس، هو تحسه فعلا تمثال كده منحوت. زرار البارك حتى فيه شكله حلو، مكانه لذيذ قوي. وبمناسبه الفتيس هو سريع ما فيهوش مشاكل، نقلاته فوق وتحت حلو. برده في حته الدرايفنج مودز ما عندكش 3، لا انت عندك 4، سبورت وايكو وكومفورت، وكمان في واحد انتليجنت، ده بقى اللي هو ايه على حسب هو فاهمك من الاخر، هتدوس هيبقى معاك، هتسيب هيريحك في استهلاك البنزين، فدي حته حلوه قوي بصراحه. نيجي لنقطه مهمه، الخامات في العربيه دي ما تحسسكش ان انت راكب تشاينيز براند. اولا هو شكل التابلو مضلع كده وفيه خطوط حلوه قوي، ال 3 دي برانتنجز اللي على التابلو برده شكلها حلو. الخامات بقى نفسها انت عندك هنا جلد بيانو بلاك، فيه بلاستيك طبعا بس هو ستيل مش مضايقك. الجلد برده فيه شبه شويه من عربيات فولفو، هو مش عادي، هو تحسه شيك فعلا وناعم كده. الكرسي نفسه بص شكله عامل ازاي، شكله حلو قوي، انتجريتد سبورت سيت كده فاهم، مدينا شبه من الباكت سيت سنه ومريح. هو بس كان ناقص يبقى فيه حته تبريد تسخين بتاع، لان هو ما فيهوش غير ان هو كهرباء بس، والكرسي السواق فيه لامبر سبورت. من الحاجات اللي عجبتني قوي الزراير اللي جنب ايدك هنا، اللي جنب الفتيس دي سهله وسريعه، محتاج تقف فجاه بتاع انتظار جنب ايدك. التراكشن، كاميرات ال 360 برده مهم انك تفتحها في الاماكن الضيقه وبتاع. بس نرجع لحته الطابلون، انت عندك بكرتين تكييف شكلهم بصراحه تحفه. انا من الناس اللي بتحب الزراير والبكر والحاجات اللي على القديم ودي، انا مش بحب التاتش وانا سايق، خصوصا في الحاجات اللي بستخدمها دايما. هم هنا حطوا لك ميكس حاجتين كده، اللي هو التاتش محطوط على بيانو بلاك، سهل جدا برضو تدوس عليه، وحاجات مش هتستخدمها دايما. في نفس الوقت المروحه والتمبريتشر بتاعت التكييف محطوطين في بكرتين شكلهم منظم، والبكرتين كمان جواهم شاشه، فدي كانت لقطه حلوه. اما بقى بالنسبه للكاميرات، هي الكاميرات مش 360، هي 540. ال 180 الزياده دي بتجيب لك اللي تحت العربيه، دي حاجه حلوه وما كنتش متوقع ان انا ممكن احتاجها. بلس ان عدد الكاميرات دي كلها جايبه لك 14 زاويه مختلفه، خصوصا بقى ان في زاويه من اكتر الزوايا اللي بحبها هي بتاعت الفردتين اللي قدام، لو انت بتركن كده بتحضن بمزاج. من الحاجات اللي بتشدني برضو في العربيات ان هي تسهل عليك دنيتك، ان انت اول ما تقرب منها العربيه تفتح، بتديك كمان ويلكم لايتس ومش عارف بتنور وكده. بلس ان الشنطه كهرباء، فدي حاجه حلوه برضو في العربيه دي. مساحتها مش هقول حلوه ومش وحشه في نفس الوقت، على عربيه مات كروس اوفر انت الى حد ما هتقضي غرضك وزياده. وبصراحه هنا بقى ما جوش على الكنبه اللي ورا، لا هي الكنبه واسعه تشيل 3 مرتاحين وجنبك واحد، فانت في العربيه 5 محدش فيهم بيشتكي. فدول شويه تفاصيل كده قلت ادردش معاكم وانا سايق، وباذن الله هرجع لكم بشويه تفاصيل احلى كمان.